بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده ان شاء الله انا هشوي سمك على السطح، قلت اصوره معاكم. انا شويت معاكم السمك قبل كده، كنت عامله كانون وشويت عليه. النهارده بقى انا هشويه عادي كده بسرعه. ما بنشويش سمك طبعا، احنا عارفين في الشقه ابدا، لان ريحه السمك بتفضل ماسكه في المكان، بتدمر بصراحه ريحه الشقه. لو فكرت ان انت تشويه في الشقه، يا اما في فرن لو عندك الفرن اللي هو بانبوبه، بس انا استسهلت الانبوبه خلصانه. فانا قلت اشويه على طول كده. زي ما احنا شايفين عندي شويه ورق وشويه خشب هولعهم وهشوي عليهم على طول. معلش انا عندي برد فصوتي مش طالع قوي. عايزه اقول حاجه بالنسبه للسمك البلطي، لما بتيجي تنضفيه وتفتحي بطنه، او السمك اللي بتشويه عموما، ما بتفتحيش الا بطنه بس وتغسليه كويس قوي، لان القشور اللي موجوده على السمك، قشر السمك ده هو اللي بيحمي لحم السمك لما بيجي يستوي، بيخلي السمكه تستوي حلوه قوي، وفي نفس الوقت اللحم بتاعها ما يبقاش ناشف، ما تنشفش منك على النار، بتبقى طريه خالص. واي حاجه بقى مكان الشوي، القشر بس هو اللي بيتأثر بيها بتاع السمك. الجو النهارده هوا قوي زيادة عن اللازم يعني، بس انا بقى خلاص جبت السمك وايه وقررت اشويه، فهعملهم كده على طول. زي ما احنا شايفين كده هقلبه. عايزه اقول لكم حاجه، السمكه شايفين اللي انا قلبتها دي، ده القشر يا جماعه اللي هو خد السمار بتاع الشوي، لكن اللحم هتلاقوه طري جدا، وهنشوف ان شاء الله بعد ما اشيله من على النار هتشوفوا قد ايه السمك بيبقى طري، والقشر ده فعلا بيحمي لحم السمكه عند الشوي. دي طبعا دقة السمك انا عملتها قبل كده، فمش يعني جهزتها على طول. ده عبارة عن توم وفلفل اخضر وليمون وكمون. بعد ما بطحنهم كويس مع بعض كده، بحط عليهم شوية مية بس علشان اعرف اشيلهم واحطهم على المية بتاعة الدقة. بعصر ليمون تاني بعد ما احطها بقى كده في المية، ببدأ اعصر ليمون علشان الليمون ده مهم اوي للسمك، بيديله طعم حلو. وكمان بتدوقي المية، لو لقيتيها مش حادقة بتزودي شوية ملح كمان على المية اللي انت عاملاها، اللي هي تحدقي بيها السمك، علشان لحم السمك يبقى طعمه جميل معاكي. كده بقى هشيل من على النار واحط على طول في المية الدقة اللي انا عاملاها، المية المملحة. بصوا السمار ده كله بقى بتاع الشوي هينزل كله دلوقتي في المية، وهنشوف السمكة طرية ازاي. شايفين السمكة دي؟ بصوا دي مية نازلة من جوه السمكة نفسها. بصوا قد ايه اللحم بتاع السمكة طري، وقد ايه احتفظت بالسوائل بتاعتها، علشان زي ما انا قلت لكم ان القشر ده بيحمي لحم السمك كويس قوي. السمار ده كله هيطلع دلوقتي في المية اللي انا بملح فيها السمك. بصوا بقى السمك طري ازاي، شايفين اللحم ما شاء الله طري ومستوي حلو قوي كمان اهو. كده انا خلاص خلصت الشوي ده، تقريبا اخر دور كده. وانا بملح السمك بمشي ايدي عليه بالراحه كده، بحيث اشيل السمار اللي هو موجود على قشر السمك، عشان لونه هيبقى فاتح كده زي ما احنا شايفين.
شايفين شكل السمك ما شاء الله. اللحم بتاعها طري قوي ومستويه حلو كمان. وزي ما انا قلت لكم اللون الاسمر اللي خدته من النار نزل كله في التمليح. هبدأ بقى اشيله دلوقتي عشان في نوع تاني سمك بنعمله، فاحتفظ بيه سخن لحد ما اجي اقدمه. وكده انا وصلت معاكم لنهايه الحلقه. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل جديد.